من فيا فادافا هنقابل كل مصري هنا صاحب مشروع ونسأله عن الحياة في إيطاليا والمعيشة في إيطاليا وكل حاجة انتم محتاجينها في إيطاليا من الواقع إليكم. حضرتك اسمك ايه وفاتح ايه هنا مشروع وبقالك كام سنة في إيطاليا؟ انا اسمي محمد احمد نصر. بقالي 20 سنه هنا في ايطاليا. فاتح مطعم اسمه تشاو شاورما. بنقدم اكلات عربيه ومصريه، وبنقدم مشويات والكريبات بتاعت مصر. بقالك كام سنة فاتح المشروع ده؟ بقالي 3 سنين. وقبل كده كنت شغال فين؟ شغال دايما في المطاعم واشتغلت في المعمار. اي شغل بيجي في البلد كنا بنشتغله. ما جينا البلد كان اي شغل بيجي بنشتغله. عاوز أسألك كام سؤال وتجاوبني بمنتهى الصراحة. تمام، ماشي معاك. تأكد؟ بكل صراحه. واجه الكاميرا. بكل صراحه والله هرد عليك. أول سؤال عاوز أسأله لك، هل في استغلال في السكنات على المصريين في إيطاليا؟ نعم أم لا؟ بص، هو في ازمه شقق ودي كان سببها العرب كلهم، برضو خلينا واقعيين، يعني هي دي مشكله كنا احنا السبب فيها. السبب فيها ان انت عارف بالحوارات دي ان من سنين ناس كتير مصريين بتخش شقق وما بتدفعش، او بتكسر شقق وبتخش. يبقى عادي ان احنا نوصل للواقع اللي احنا فيه دلوقتي، ازمه السكنات وازمه الشقق والكلام ده. استغلال بقى بالنسبه لصاحب السكن ان هو بيجيب شقه ويقعد فيها 10. انا شايف ان هو استغلال، بس ما حدش بيجبر حد. انت راضي تخش على كده، موافق مش موافق ما تخشش. يعني هو موجود موجود طبعا طبعا. ان في ناس، في شباب قابلوني هنا. في شقق بتبقى متأجرة ب 800 يورو، وبيقعد فيها 10. كل واحد بيدفع 250 يورو، يعني بيلم 2000 ونص. بيدفع ايجار 1000 وبيطلع له مرتب منها. ده استغلال حقيقي. لكن احنا سبب ازمه الشقق، خلي بالك. مصريين والعرب كلهم، والناس دي كلها عارفه كده.